يعني يا كابتن رامي، انت راسم لنفسك اللي انت المدافع اللي مفيش زيك. ما بتروحش البيت تتفرج على نفسك؟ ما جاش في دماغك مرة تقول هو الناس دول كلهم بينتقدوني ليه؟ انت ما جاش خالص مرة في حياتك قلت كده؟ يا كابتن الدنيا انت بتعرفش تلعب يا كابتن. يا كابتن انت بتخش على اللاعب بظهرك. انت فاهم يعني ايه؟ انت عمرك في انا عمري في حياتي ما شفتك عملت تاكلينج مثلا. عمري في حياتي ما شفتك عملت تاكلينج على لاعب. ما شفتكش يا كابتن. انت بتقف اصلا غلط، بتمسك اللاعب غلط، دخلك على اللاعب واحد قصاد واحد غلط. ده بجد يا كابتن، بجد. الكابتن محمود الخطيب هو بيعمل معاك ده، بيتعامل معاك كالآتي: يا ابني العب هنا واقبل بالمبلغ ده عشان احنا اللي شايفين عيوبك. انت لو رحت بيراميدز هيدوك المبلغ اللي انت عاوزه، بس مش هتشوف بطولة، مش هتشوف ارض الملعب. زي كتير بقى من لعيبه زي احمد فتحي وزي شريف اكرامي وزي كتير قوي 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 راحوا البيراميدز ما كملوش، بل وخسروا جمهور، بل وخسروا النادي. خلاص يا كابتن. فهو الكابتن محمود الخطيب بيتعامل معاك بده، ما تخسرش كل حاجه. فانت بجد يا كابتن، انت بجد انا بقول لك انت ما بتعرفش تلعب، ما بتعرفش تلعب. سلام.